موقف واحد يكفي انك تخسر صديق؟ هذا موضوع شائك علشان يصنعون منه إثارة. أنا ماني ضد التقليدية، أنا ضد التقليد. قبل فترة شفتك انك عدت تغريدة خبر كذا تسمية شاعر باسم سعد بن جدلان الله يرحمه ويغفر له. يقول عز الله إني تعبت أجامل الناس. الله الله. واحفظ لهم ماضي العشرة وصونه. يا سلام. والحين يا صبري المعهود لا باس من طاول الناس ما نامت عيونه. يا سلام. أسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست مع الحجاجي. حلقة اليوم بالنسبة لي خاصة جدا لأنها مع شخص عزيز وأخو، وأشعر أنها إن شاء الله راح تكون من الحلقات العفوية اللي راح تستمتعوا بالشعر وبالعفوية اللي فيها. ضيفنا اليوم الشاعر الكبير علي بن نايف الغامدي. يا مرحبا ومسهلا أخويا علي. يا مرحبا ومسهلا يا أبو أصيل، الله يطول عمرك والله يبقيك. وهذه والله من أبرك اللحظات. أنت أخونا عزيز على المستوى الشخصي وغالي ومن ربع غالين. الله يحفظك. وعلى المستوى الشعري شاعر مبدع بعدك وما نوفيك حقك، لكن الحضور مع شاعر وإعلامي الله يحفظك جميل وخطير في نفس الوقت. لا ما عليك انت عيب. بالعكس انت اللي وجودك شرفنا وزيدنا يا ابو نايف. الله يحفظك يا حبيبي. والله ما تدري من وين تبدا، لكني معرفتي فيك الشخصيه انك انت انسان عندك وفاء وانتماء وولاء لكل شيء يرتبط فيك بصله. علشان كذا ابي ابدا بعيد من الشعر واسالك عن وش تعني لك الباحه. أعرف أنها غالية عليك، وأعرف أنك أنت إنسان وفي جدا لبيئتك ولمنطقتك والكل ما يمت بصله لك. الباحة وش تعني لك؟ الباحة مسقط الرأس والمربى والمنشى. يا سلام. والأهل منها والعزوة منها. يا سلام. مهما تكلمنا عن الباحة، وأنا دائم حتى في الشعر الحنين للوطن من الأغراض المحببة عندي. يا سلام. كل ما جيت الباحة مهما قلت في الباحة مو في حقها، لكن كل ما ابتعدت عن الباحة ورجعت يا ملهمة شاعر غنى بك أبيات وسافر وغاب ورجع لك بالسلامة. الله الله. حنيت وادري عظيم الشوق ما مات للأرض للناس للمجد ومقامه. أنت عزيزة وحبك ساكن الذات من وادي النخل إلى ساحل تهام. الله 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 الله. صح الله لسانك. دوم حاضر دوم حاضر، يعني ما شاء الله عليك بالقصيد وكذا. قبل أن أطلب أنا كنت بيطلب منك، لكن ما شاء الله عليك. ما عليك زود. يعني نقول الباحة ملهمة. بداياتك كانت في الباحة، كتابتك بيئتك الشعرية تأثرت من الباحة؟ أنا نشيت في قرية في الأرياف. يا سلام. في منطقة الباحة. يا سلام. قرية ناس اسمها قرية ورخ. ورخ. يا سلام. في محافظة العقيق. يا سلام والنعم. أهلها بادية. أي. والهوية اللي فيها فنون بما فيها الشعر النظم، وفيها فنون الرد العرضة كذلك المحاورة. يا سلام. فالبيئة اللي نشيت فيها بالبداية تأثر عليك في أمور عدة أهم من الشعر وأهم من كل شيء، في الهوية في الحياة اللي أنت عشتها. نعم. حتى في الطباع، الإنسان ترى طباعه من تضاريس المنطقة اللي عاش فيها. والمنطقة. أبو نايف يوم طرقت للفنون، في خصوصية للفنون الجنوبية، يعني المنطقة هذه منطقة الباحة وحواليها وش الفنون اللي نقول إنها خاصة بهذا المنطقة وتفرق عن مناطق أخرى مثلا من السعودية؟ في فنون خاصة بالمنطقة الجنوبية والباحة، أظني الشجر، أظني بعض الفنون الأخرى. وش الفنون اللي تخص المنطقة هذه بالضبط؟ في فنون في منطقة الباحة تعتبر قاسم مشترك مع المملكة ومع الخليج ككل. نعم. لكن في فنون خاصة. أي. يعني العرضة الجنوبية تقاسمها مع منطقة الجنوب. نعم. اسمها العرضة الجنوبية. نعم. اللي هو فن الشجر معروف. كذلك في فنون بما فيها المسحباني، بما فيها عدة فنون في منطقة الباحة، وكذلك في منطقة تهامة، كذلك في المحافظات يعني اللي حول منطقة الباحة، حتى تربة اللي تابعة لمنطقة مكة. يا سلام. في قواسم مشتركة ما بينها وما بين محافظة العقيق على الأخص مثلا. يا سلام. فنون مثل الزامل ومثل هاي موجود ولا العرضة. هذا في أقصى العرضة هي شجر وأشبه بالقلطة تقريبا. الزامل أغلبه عند أهل العسير. لكن أهل الباحة السائد عندهم اللي هو العرض الجنوبي. يا سلام. أبو نايف، يعني أنت كثير أمور نبي نتطرق لها، لكن واحدة من الأشياء اللي أنا جدا سعيد فيها أني أنت كنت سبب لأني ألتقي بالشاعر الكبير سعد بن جدلان. يعني كنت دائما رفيقة، وكنت دائما مخاوي وتجي معه أنت وكذا حد من أخواننا الشعراء، فكنت دائما رفيق له. آخر زيارة لك معه في أبو ظبي كنت أظني سوا.
وتباركنا بشوفته وأنت كنت سبب، جزاك الله خير. هالإنسان وش ممكن تقول عنه من خلال رفقتك كإنسان كشاعر؟ هذه سعد بن جدلان خارطة شعر، لكن الإنسان سعد بن جدلان اللي أنت يعني كنت مقرب جدا له. الله يسكن الجنة. مثل ما قلت يا أبو أصيل، سعد بن جدلان علم، وإذا تكلمنا عن أدب سعد بن جدلان والشعر هذا شيء يعرفونه الناس ولا يحتاج نحكي فيه. جزاك الله خير. وسعد الإنسان البسيط، الإنسان اللي سريرته نظيفة صحيح. طيب، وفيه من صفات شيباننا الأولين. السلام. اللي حتى أحيانا في الابتهال حتى عنده في الشعر حاضر، عنده بيت يقول لا إله إلا الله اللي دائما نبدي بكل ما نصبح ونمسي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فهذا روتين حياة عنده. يا سلام. لكن علاقاتنا في أبو ظبي، أنا أذكر يوم نجي أبو ظبي كان حياة محمد خلف المزروعي الله يرحمه ويجعله في الجنة يسألنا، كنا من منطقة الجنوب، عن سعد بن جدلان. نعم. يعني من المواقف العالقة في ذهني، كنا في مهرجان الظفرة. نعم. وجينا حنا وسعد بن جدلان الله يغفر له، لقانا محمد خلف أكل الليل، الله يرحمه ويجعله في الجنة. والها ليالي الشتاء الله يغفر لهم كلهم. نعم. ليالي الشتاء وشابين النار. يا سلام. يغني سعد يقول كل ما قالوا محمد بن خلف للعز نوفه. الله الله. الكريم معاشر الحكام عشاق الزعامة. يا سلام. السلام الله على شيخ توافد له ضيوفه، والمضايف شيء في الظفرة شيء في الكرامة. الله. توفى محمد خلف يمكن بعدها بيوم، ورثاه سعد رحمة الله عليه. يقول الله يحسن عزاكم يا المزاريع، عزا الله اللي يرحل منكم فقيده. ونشهد له فقيده. فيمكن الجانب هذا المدح والرثاء كانت في خلال يومين. يا الله. فسعد مهما حكينا عنه ما نفي حقه، لكن الله يغفر له جميع موتى المسلمين. الله يرحمه ويرحم أبو خلف ويجعله في الجنة. سعد الإنسان، يعني وش ممكن تقول لنا من رفقتك له كإنسان؟ هل هو اللي يميزه عاطفته، اللي يميزه عفويته، اللي يميزه كرمه؟ وش الصفات اللي تحس إن هالإنسان متفرد بها؟ إنسانيته. إيه. وسعد يقولون دائما في مثل يقول العظماء ما يشعر الناس بعظمتهم. الله. سعد حتى يعني خلينا نجح بعض المواقف الطريفة. أذكر مرة سوى عملية زراعة أسنان في أبو ظبي هنا. يا سلام. وكان قال له الدكتور لا تشرب إلا سوائل وأشياء خفيفة. وجلس يمكن يوم يومين، أخبارك أبو محمد عساك طيب؟ قال والله بخير، إلا لحقني جوع. السوائل هذه عيد تقطع الجوع. أبي لي عيشة زرط، يقول زرط. الله يرحمه. رحنا لمينا البطين. نعم. وعينا سمك. أي نعم. فيليه قريب من هنا. المهم وتغدى وعين من الله خير، وبعدها طلب لبن، بيشرب لبن بعد السمك. وتخبر السايد. وأنا ما أدري عاد هي المقولة هذه صحيحة ولا اللبن مع السمك تسمم، يجيب تسمم. قال قلنا له المعلومة هذه، قال أجل ماني بشاربه. خذ شوي يمجينا إلا هو قد شرب اللبن. هاي محمد قال يا الربع ما للعذل واللوم داعي. الله الله. ما يكتبه ربي بيمضي على العبد. الله. والله ما جنب عن حليب المراعي لأن حليب ما يغير على الكبد. الله الله الله. والله ما جنب عن حليب المراعي لأن حليب ما يغير على الكبد. هذه دعاية يحلموا بها حلم جماعة المراعي. مفروض يا أخي كان ما نسوا هذا. من حصل شيء يستاهله. يا حبيب قلبي يا أبو نايف. الله يطول. زين، خلنا نمتع الجمهور بشيء من إبداعات أبو نايف. يقول اخذني من زحمة الناس يا سحر البيان. يا سلام. لين أشوف الكحل في عين منسوع الجديد. الله الله. المهمات العظيمة تبي قلب ولسان، ما تبي تباع جرة ولا حطاب لي. أنا أشهد. مثل ما ينقوم بالنليمن والزعفران ننتقي خوتها للطيب والشبرة الطويل. المعزة تعطي أصحابها هيبة وشام، من ملكها كنز قارون في عينها قليل، دونها رمض الصحاري مثل خضر الجنان. والجحيم الموقدة مثل عذبة السلسبيل. النفوس السامية لو يعاندها الزمان، ما خلقها ربي إلا العشق المستحيل. تنفر النفس العزيزة من دروب الهوان، مثل ما تنفر بيوت القصيدة من البخيل. أنا أشهد. الله 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 الله. مثل ما تنفر بيوت القصيدة من البخيل. يا سلام. صح الله لسانك دائما جميل مبدع. لاحظ دائما أخوي علي إن قصيدك فيه نخبوية وجزالة، وتعتني جدا بالمفردات والكلمة. هذا التجربة يعني خلنا نقول، هل كان في شاعر معين مثلا من كبار الشعراء اللي تأثرت فيه؟ سعد بن جدلان هذا أكيد. الله يرحمه. لكن في بداياتك، أو خلينا نسأل سؤال ثاني، هل علي من الجيل اللي لحق المنتديات والكتابات والقراءة خلال المنتديات؟ أنا في البداية من بيئة شعر ومن أسرة أغلبهم شعراء. والنعم فيهم. ما عليك زود.
شيبان الله يرحم الميت يطول عمره الحي، اللهم آمين. كذلك أخواني وعيال عمي كلهم شعراء وكلهم أشعر مني. والنعم فيهم. في البيئة اللي أنا تربيت فيها كان الشعر حاضر دائم. نعم. في المسامرة، في المجلس، في حل القضايا، في الحياة، في جميع يعني جوانب الحياة. فالهوية هذه ممكن أنها أنا استمدت منها جانب الشعر. علما أنا والله ما أحب دائما أحكي عن تجربتي أنا وعن نفسي، لأن دائما الإنسان اللي حكى عن نفسي يمكن أنه ما يزل ولا يخطي ولا يمدح نفسه بطريقة ولا أخرى تستاهل المدح، تستاهل الطيب. لكن بصفة عامة دائما أنا أميل إلى الشعر الوسطي، الشعر يبغى أصيل، وأنت عارف من له في الشعر بعدك معادلة فيها جوانب، لكن السهل الممتنع اللي فيه وسطية ويوصل للناس والفاظه رشيقة ومعاني عميقة. نعم. حلو، وأشوف أنه محبب وأكثر رواج عند الناس، اللي يوازن ما بين الجمهور صح والأدب. تقول أهلنا وجماعتنا وما شاء الله عليهم كلهم والنعم فيهم من أهل شعر ومعروف، لكن أعتقد إن الشاعر شاعر النظم يختلف عن شيء. يعني أنا أعرف إنه يمكن تلقى هذا يقول شقر وهذا يقول أبيات وهذا يقول له بيتين يقولها، لكن قليلين أحيانا اللي يحترف قصيدة كاملة نظم. يعني فهل كلهم يكتبوا نظم ولا الشعر اللي متعارف عليه في المنطقة؟ لا، هو النظم من الشعر المتعارف عليه في المنطقة عندنا. لكن هم مجتمعنا قبائلنا يجمعون ما بين فنون الرد والعد. السلام. لكن في المحصلة الأول والأخير أن الإنسان إذا صار عنده بذرة موهبة مثلا، الله إذا اهتم فيها واعتنى فيها مثل الشجر. يا سلام. أحيانا تلقى بذرة بس ما فيها اهتمام، بس إنها نابتة. نعم. لكن اللي يهتم فيها وتعرض لإشعاع الشمس، إشعاع الشمس هنا الإعلام، أي، ويسقيها راعيها ويهتم فيها، تلقاها تنمو وتلقاها يعني فترة إلا ظلها ظليل على المقام. يا سلام يا سلام. إذا كانت أشعة الشمس هي الإعلام، وش كان يمثل شاعر المليون بالنسبة لعلي بن نايف كمحطة في حياته، كبقعة ضوء كبيرة؟ يعني شاعر المليون تظاهرة أدبية يقصدونها الشعراء من العالم العربي كله. السلام. وماركة للشعر. الشاعر المليون تحت مظلة إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. وهذا شيء يحفظه التاريخ. نعم. خدمة الشيخ محمد للشعر. هيئة أبو ظبي مشكورة جابت الشعر للجمهور بدون تكلف، بدون شيء، برعاية يحبذها الشاعر، لأنها تقدم الشاعر بالطريقة اللي هو يبيها. صحيح. فما كان فيه يعني نفس النظام المنتديات اللي حكيت عنها أول ولا المجلات، لازم يصير لك علاقة ويصير لك أمور. هنا أنت شاعر، تعال قدم قصيدتك. نعم. إذا الله كتب لك التوفيق أنت دخلت مع الباب الأوسع والنافذة اللي أكثر انتشار. السلام. نجي لأبو ظبي في ذيك الفترة شعراء يمكن مغمورين، ما حد يعرفنا إلا الناس اللي حولنا. تحضر لك حلقة وترجع الناس يصورون معك في الشارع في المطار ويحتفون بك. السلام. فهذه يعني الفضل الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ثم هيئة أبو ظبي في الجانب هذا. تستاهل، الله يحفظك يا أبو نايف، من الناس اللي أوفياء دائما. أظني بحكم معرفتي فيك زمان يعني أتذكر أنك فزت في مسابقة كانت أظني كانت تحت إشراف الشيخ سلطان الله يرحمه ويغفر له في سويحان. صحيح. شو كان قصتها؟ أظني دومست هناك. الله يطول عمرك. الشيخ سلطان الله يسكن الجنة، الشيخ سلطان بن زايد، في مهرجان سويحان كان عندهم مسابقة شعرية سنوية. نعم. وكل سنة يصير لها موضوع. فوفق الله، وكل يوم كنا نسولف مع الشيخ في مجلسه عن الشعر والأمور والأشياء، فقال لي تشارك في المسابقة، شارك معنا في المسابقة. وشاركت في المسابقة وكان معي شعراء كلهم مبدعين. يا سلام. توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله أني حصلت على المركز الأول والناموس في الله. كان الكلام هذا يمكن 2015. نعم. في الناموس من حكامنا في الخليج، وظهورك بالشيء اللي أنت ترضى عنه، هذا ناموس يعتز به كل شاعر. يا سلام، أنت مبدع وتستاهل. الله يطول عمرك، تستاهل الطيب. قبل فترة شفتك أنك عدت تغريدة خبر كذا تسمية شاعر باسم سعد بن جدلان الله يرحمه ويغفر له.
هذا النوع من التكريم أظن مسمين باسمه شارع في بيشة أو في بيشة. شارع في بيشة سموه باسم الشاعر الراحل الله يرحمه سعد بن جدلان. وشاعر مبدع في وطن وفي ويقدر المبدعين، فما في غريب. لفتة جميلة جدا. احنا متعودين ان الشارع يتسمى باسم امير، باسم ملك، باسم شاعر، يعني هذه لفتة عظيمة ويستاهلها لا شك. اعتقد انك من اسعد الناس لان الرجل هذا كان الله يسكنها الجنة. اي بالله. واكثر سعادة هم احيانا الناس يدعون له ويدعون المسلمين بصفة عامة، والله يغفر له ويتجاوز عنه وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين. السلام. شيء بينك وبين سعد بن جدلان كتابات أو رديات؟ والله إن في رديات يا أبو أصيل، بس إني ما أستذكر منها شيء الآن. وفي فترتها بكون معك يعني أكثر شفافية. زين. كوني شاعر شاب وسعد شاعر علم طبعا، وهو لطيف الله يرحمه. وكان يقول دايم خلنا نتراد وكذا، ويبغى يخدمني أنا في الجانب ذا إعلامي. لكن إن أنا عندي قناعة إن الالتصاق بالمبدعين لا يصنع منكم مبدع، والالتصاق بالمشاهير لا يصنع منكم مشهور. نعم أشهد. اي والله. فكان ودي انا اشق خام واشوف لي طريقه انا خاص فيه. ايوه. ولا والله ان كان في كثير من الرديات وكثير من الابيات وكثير من الامور اللي انا تعمدت اني ما اطلعها للامان. يا سلام. من فتره ونايف شفت لك مقطع كذي وانت تنتقد التقليديه في الشعر، يعني جلدت التقليديه في الشعر. أجحفت؟ ما أقول أجحفت، لا بالعكس، يمكن أنا أيدك في هذا الجانب أنه النخبوية في الشعر. ما زلت على رأيك في التقليدية، وش اللي ينقص التقليديين علشان يطوروا من أنفسهم ومن شعرهم في القصيدة؟ أنا ماني ضد التقليدية، أنا ضد التقليد. أما التقليدية اللي هي أساسات الشعر بالعكس احنا ودنا نحافظ عليها. نعم. الشعر مثل البنيان، بناء العظم والأساسات ما تختلف في البنيان كله. نعم. لكن كل فترة يجي دوكرة، يجي تشطيب جديد، يجي نارة جديدة، هذه أنا معها. السلام. التقليدي بالعكس، التقليدي الشعر اللي حنا نعرفه وينتمي للشاعر وتجربته، بالعكس أنا معه. وأنا ضد بعد الحداثة، أقصى اليمين وأقصى اليسار ما تصلح. الوسطية زينة. الوسطية حلوة اللي تجمع ما بين المفردة المحدثة. حتى الحين في البرامج والتواصل كل فترة يجي للتطبيقات تحديث. صح. فلو جلست على التحديث القديم يمكن أنه يهنق البرنامج. يا سلام عليك. يا سلام عليك. سمعنا شيء أبو نايف. يقول كل يوم أحزن من الشمس وقت الغروب. الله الله. لحظة غيابها يبعث شعور الغياب. يا سلام. ودي ياخذ صدري من نسيم الهبوب، نسمة دونها بحر وراها ضباب. يا سلام. أدري أن الغلا والحب نبض الشعوب، لو ضحاياه دايم ينقلون الصواب. صوبتني عيونك يا الغزال اللعوب، هجمة في الذهاب وهجمة الله يعينك في الإياب. ليتنا نقفل الموضوع من كل صوب، ما بقى لي صبر ولا بقى لك عتاب. المحبة دروب ومن وراها دروب، أولتها عذوبة وآخرتها عذاب. الله الله. أولتها عذوبة وآخرتها. هذه لعبة كورة يا أبو. ونايف تقول من ساعة تقول إن يعني المشاركة في شاعر المليون كانت يعني تجربة وبوابة كذا. أعتقد أن يعني مريت في هالتجربة في شعور بالمسؤولية، لأنك تمثل منطقة وتمثل قبيلة وتمثل. هل شفت نفسك أنك هذا المسؤولية كانت تحدي كبير لك؟ إني والله أنا أمثل السعودية، أمثل المنطقة الجنوبية، أمثل قبيلتي. كان هذا تحدي بالنسبة لك ولا كان دافع أنك تبدع أكثر؟ أشك أنه دافع ويعطيك فعلا مسؤولية. ودائم المسؤولية اللي تضعك أمام خيار، تختار الخيار الصعب. نعم. تلقى وراه نتيجة. الطريق السهل ما يوديك لديره. يا سلام. الطريق الصعب يوديك لنتيجة، يوديك لبر الأمان. يا سلام. فخصوصا أنك يعني تمثل وطن ومنطقة فيها مبدعين والناس تنتظر منك الشيء الطيب. فإذا يعني صار شيء طيب فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإذا صار قصور فهو من نفسي والشيطان. يا سلام. لا شك أبو نايف أنت كنت واحد من أبرز الأسماء اللي مثلت سواء السعودية أو المنطقة الجنوبية بشكل عام. من تشوف رموز أو اللي أنت انبهرت بتجربتهم من شعراء المنطقة الجنوبية؟ لأن أنا دائما أتكلم عن المنطقة الجنوبية، راح أسألك سؤال بعد هذا السؤال. والله المنطقة الجنوبية من حدود اليمن اللي توصل الطائف فيها شعراء مبدعين. إيه؟ في النظم في شعراء مبدعين، في العرضة في شعراء مبدعين، في الفنون اللي حكينا عنها في شعراء مبدعين. تحديد الأسماء أحيانا يمكنني أذكر اسم وأنسى اسم هو أحق. يا سلام. والمستحقين هناك
هم في غنى عن إشادتي وعن كلامي، لكن إنهم نجوم وأعلام طالعين بإيمانهم ومعروفين. يا سلام. ركزت الأسئلة على المنطقة الجنوبية أبو نايف وأنت تمثل الجميع، لأني ألاحظ أن الإعلام، ألاحظ أن الأسماء من ناحية الزخم الشعري ومن ناحية الظهور الإعلامي، أنه أكثر الشعراء اللي انتشروا في السعودية وبرزوا أهل المنطقة الوسطى أو أهل نجد وحواليها. شو السبب؟ هل هو يعني ما أعرف ضعف إعلام؟ هل فعلا الشعر في هذا المنطقة أخف من غيرها؟ شو رأيك أنت بالموضوع هذا أبو نايف؟ والله أنا أنظر منظور شمولي، أن أي شاعر مبدع سواء في السعودية ولا في الخليج ولا في العالم العربي الشعر، نعم، أن يمثل الشعر. والشعر ما له هوية ولا له مكان ولا له زمان. نعم. في الجانب الآخر كانوا شيباننا قديم يقول في كل ديرة حقها من رجالها. فهذا على مقياس المكارم الأخلاق والطيب والعلوم الطيبة وكل شيء. فقس عليها بكذلك الإبداع في الشعر. نعم. لا يمكن أن نحصر الشعر مثلا في منطقة معينة ولا في مكان معين. نعم. الشعراء المبدعين موجودين في كل محل، ومثل ما قلنا حكينا أول عن المواهب، في كثير من المناطق يمكن أنها بعيدة عن الإعلام، ما في ثقافة الانتشار، ما في ثقافة التسويق. فممكن ما يصلون، وكثير من المواهب اللي اندفنت ما طلعت ولا وصلت للناس وكانت تستحق أنها، وعارف أنا منهم كذلك تجارب وشعراء. صحيح. لكن الشعراء المبدعين موجودين. نعم، إذن الشعراء موجودين بكثرة، لكن الضوء والإعلام كان في فترة من الفترات أنشط في المنطقة الوسطى. يعني نقول المنطقة الوسطى كونها يعني العاصمة مثلا، وقريبة من الإذاعة، التلفزيون، الإعلام قبل، ممكن خدم الجانب هذا. لكن كذلك في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، الشعراء المبدعين وصلوا إلى المنطقة الوسطى، ووصلوا إلى صاروا رموز على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم العربي. قبل يومين أطالع في لقاء كان فيه أخونا عبد المجيد الذيابي، يمكن أمس أشوفه، في يوم يسألون عن الشعر قال أنا أجزم أنه بما معناه أنه أعذب الشعراء وأفضلهم في فخذ كذا من عتيبة. فحسيت أن يعني كل إنسان له حق أنه يحس إن الشعر منه فيه. فمثل هذا التصريحات يعني تحس أنها واقعية ولا كل إنسان، ولا أنت شو تشوف الموضوع بالضبط؟ إذا المسألة مر عليك التصريح هذا يمكن؟ والله إني سمعته. نعم. لكن عبد المجيد شاعر مبدع جدا جميل نحييه أبو. لكن إذا أنه يقيس من مقياس ذائقة وأدب، فهذا يعني فيه أخذ وعطاء. وإذا أنها من باب حمية، كلهم بيقول الشعر عندي وعند ربي. يا سلام. عرفت كيف؟ المبدع على نفسه في النار. يا سلام. ولكن زي التصاريح هذه أحيانا تأخذ لتحريك المياه الراكدة، واللي تناقشون فيها الناس ويأخذون ويعطون فيها وكذا. لكن أما مسألة أنها يعني نابعة من قناعة ومن أمور، أنا ما أتوقع. كل واحد يقول أبو زيد عندي، ما في كلام. يا سلام. أنا ما ودي الحديث يأخذنا عن الشعر، لأن شعرك جزل نبي الجمهور يسمع الجديد دائما يا أبو. طول عمرك. يقول عز الله إني تعبت هجامل الناس. الله. واحفظ لهم ماضي العشرة وصونه. يا سلام. والحين يا صبري المعهود لا باس من طاول الناس ما نامت عيونه. يا سلام. مجبور أعلمك ومن الراس للراس ما دام حتى الصبر كله تمتونه. يا سلام. قررت أحط الحقائق بين الأقواس ومجامل الناس أصك الباب دونه بفتح زراري وصافح كل نسناس وودع الضيق ومجاذب الحونة وعدي الرجم ما أكر كل قرناس ويضيع همي على طارف الكون. الله. هنا تهنيت وارتديت الأنفاس ونسيت درب العناء واللي يجونه معادلي خاطر ضايق ومن حاسة بشرك من فضل ربي وعونه خله يضيع الرجاء وخاوي الياس بعض الرجاء ما وراها إلا المهونة. أنا زبون المقام اللي على أساسه ما المقام الدني ماني زبونها سج مع طيب للطيب نبراس واضحك مع اللي يظنوني من ظنونه واللي ما يضحك معي من قلب وإحساس ماني محتاج يضحك من سنوه. لا أبد ما محتاج. صح الله لسانك يا حبيبي، جزاك الله خير. الله يطول عمرك. متى يوصل الشاعر إلى رضا عن شعره وشاعريته إني ما بيسمع رأي الناس بشعري أو أنا تعديت مرحلة إن حد ينقدني؟ متى تحس إن الشاعر يستحق إنه يوصل لها أو يكون أو الناس تعفيه من النقد؟ على سبيل المثال في ناس توصل لمرحلة لا مساس. يعني الحين من شوي تطرقنا الله يغفر له ويطيب روحه سعد بن جدلان. ما في إنسان أعتقد الحين أنا ولا أنت لو انتقدنا بيتين لسعد بن جدلان وقمنا تكلمنا البيت هذا في كذا والبيت هذا في كذا بتجينا هجمة مرتدة وبينفونا من الإسلام، لأنه الرجل صار قاعدة، صار غير لا مساس، لا حد يتعدى على بن جدلان ولا حد ينقد شعره، هذا خارج النقد. مع أنه فعليا لو ندخل في مجالات أدبية وفي نقد كل إنسان معرض أنه يكون عنده بيت كذا نقد. فتتجرأ الحين أنك تنتقد أبيات ابن جدلان مثلا؟
النقد مثل النظام، ما في حد فوق النظام. عرفت كيف؟ شوف زين. النقد مثل النظام ولا في حد فوق النظام. يا سلام. لكن النقد الصحيح، الشاعر المبدع، خلينا نحكي عن أول يوم تقول مسألة الرضا. الشاعر يرضى على نفسه إذا شاف أنه ما عاد يقدم شيء. نعم. الرضا نهاية الطموح. يا سلام. حد الإنسان عنده طموح هو ما هو براضي. يا سلام. أي شاعر راضي عن تجربته يقول أنا وصلت فهو انتهى. حده يحدوك الأمل لأنك تقدم الشيء قدام وتحس أنك ما كتبت القصيدة اللي تبيها، تحس أن بعد عندك شيء. يا سلام. فأنت وضعك طيب، توصل لمرحلة أنك تقول أنا وصلت، أنا صرت علم في الشعر، هذه مرحلة نهاية. لكن في الأول والأخير بالنسبة للنقد، لأن الحين النقد هو قضية شائكة الحين في الساحة، لأن الناس كلهم ينتقد، والناس يقولون ما تنتقد إلا تصير أكاديمي. النقد حتى في الأدب ملكة النقد زي موهبة الشعر، تلقاها موهبة. تلقى أحيانا فيه شخص خصوصا من الناس اللي في البادية ولا من كبار السن، تلقاه متتبع مستمع مخيف، تلقاه ينتقد، يقولون حزم في مفصل، يعني يجيك بالكلام الصحيح في موضع شيء مسلم فيه، ما تقدر أنت إلا أنك تأيد كلام. يا سلام. الأمور المسلمات في الشعر إذا جت على نقد صحيح وطبقنا يعني النقد في الشعر على خطأ موجود في الشعر، سواء من ناحية الوزن ولا من ناحية القافية ولا من ناحية اختلاف المعنى ولا من ناحية وحدة الموضوعية، أمور النقد كلها إذا الأمر هذا انطبق على شعر فيه نقد، فما توقع أي شاعر إنه بيكابر على الموضوع ذا، إلا الإنسان ما هو صادق مع نفسه. الله. المؤمن مرآة المؤمن. نعم. بالعكس إذا انتقدك شخص وكانت يعني وجهة نظره صحيحة، صافحه واشكره. لكن أحيانا يصير النقد يعني مسببات أخرى، جوانب أخرى، غيره شيء، فيقول أهم حاجة تعيش ونظرتك عليا، لو ترخي السمع نص الناس هراج. الله. وإن جاك واحد مسوي فاهم الدنيا، حاول تصير أنت ما تفهم ولا حاجة. يا سلام. هذه من الأبيات الجميلة لك. الله يسعدك إن شاء الله. لكن فعلا لاحظ أن الناس صار عندها غيرة، وكأن الإنسان يكون قاعدة جماهيرية، أن صارت الناس تحارب له. أنا فعلا الحين وأنا أقولها جاد، لو نقول شيء في حق أبيات أو شعر سعد بن جدلان، تدخل بكرة السوشيال ميديا تلاقي الله قايم عليك. يعني الرجل وصل لمرحلة قدم نفسه وقدم ان الناس خلاص سعد بن جدلان غير قابل لللمس. صحيح. فمن النادر هذه ان الانسان يوصل لها كشاعر ولا كأديب ولا يعني هذه صفة العظماء انا اعتبرها. محبة الناس احيانا تصير للانسان درع واقي. نعم. من كثير من الامور، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الشعر مادة مطروحة، الأخذ للعطاء طبعًا. للقبول طبعًا. للرفض طبعًا. فما توقع أي شاعر لا بن جدلان الله يرحمه ولا غيره من الشعراء اللي طبعًا. الحين الشاعر اللي يعرف قيمة الشعر ويعرف طبعًا. يقولون القصيد ما ينقص ولا يزيد. نعم. هو كلام وفيه قابل للأخذ والعطاء، فيه بالعكس الحراك هذا حلو. يا سلام. أنا طبعا أتكلم عن الجمهور مش عن الشعراء، الجمهور نفسه يعني صار له قاعدة، أما الشعراء هم يفهمون هالأمور اللي إن فيها أخذ وعطاء. شو بيسمعنا علي بن نايف؟ يا الله يا رب السحاب المنشى يا كريم، إنك من الوافين لا تخلي يدي، اللهم آمين. وشفت لي حي مرضهم تفشى، سكت الخطأ واخترت عن حيهم حي. آمين. اللي تغدى بالحيل ما تعشى، والطب يبدأ بالعسل وآخره كي. الله. النار يمكن من شرارة توشى، وأنا بشر وصادف السمح والعي. يا سلام. أحيانا مشي شيء ما ينتمشى، وأحيانا لا والله ما مشي ولا شيء. ما مشي ولا شيء. صح على لسانك. أنا أشهد أنك تمساح يا أبو. طبعا سالفة تمساح، أنا سألت أخوي علي بن نايف قلت لو كنت قصيدة وش بتكون هالقصيدة؟ قال أبو أصيل اسمح لي القصيدة مؤنثة وأنا تمساح. فما أقبل أنك تقول علي لو كنت قصيدة، فلو كنت تمساح يا أبو. لا هي القصيدة منتهي بالتاء المربوطة. نعم. ودائما حتى يقولون يعني مثلا الفتاة هي بحد ذاتها قصيدة قبل ينقال فيها الشعر. يا سلام. لكن احنا التماسيح ما معنا يطول العمر الا نطلب الله التوفيق. لا بنغير صيغة السؤال. طيب وش القصيدة اللي تمثلك، القصيدة اللي تشعر انها الأقرب لقلبك من قصائدك انت؟ هذه قصيدة كانت 2013. نعم. يوم أشارك بشاعر المليون. السلام. وكنت في المرحلة هذيك أبي أكتب قصيدة للمشاركة في الحلقة. استعصت علي القريحة في ذيك الفترة، ما جاء معي ولا بيت. الله. هذا الموضوع تعرفه ويعرفونه الشعراء. الله. أحيانا ينهمر عليك الشعر في غير وقته. نعم.
واحيانا اذا بغيته في وقته ما الله يريد، ما تلقى الا يجي معك شيء مفتعل ما يمثلك ولا يمثل تجربتك. صحيح. جلست فتره ما اسبوع ما جت معي القصيده، واستعنت بقصيده من الارشيف وقدمتها في الحلقه هذه. السلام. وانا طالع من مطار ابو ظبي مسافر للرياض. اثر القصيده هذه كانت في بالي لكنها ما جت الا في الوقت خبر اللاعب اللي يبدع بالمباراه. يقول بين واقع ذات الانفس ودورات السنين الله المنادي بح صوته من يسمع نداه. السلام. تأمل جسر الأفكار لحدود اليقين، والتأني فوق موج الزمن طوق النجاة. الله. والذكاء مقرون دايم مع العقل الذهين، والتغابي بعض الأحيان من طبع الدهاء. الله الله. والركادة كنز، وابرز صفات الضايعين التخبط والتسرع، وعكسها الاتجاه زينة الدنيا من المال ولا من البنين، تختفي خلف الطمع والبشر تركضها. أنا أشهد وراه بين جهد الطامع وزانت وعي التزيين، طاح واصحاب التعفف على كنز الغنى. أنا أشهد. والسعيد اللي قضى باقي ايامه ما بين روضة المسجد وتاديته الفرضة، الصلاة المعزة لا طرح في الثرى لله جبين، خل من يرفع جبينه كبر تبت يده. يا سلام. غير هذا خل عندك على الدنيا عوين، طيب قلب وطيب نفس وصبر عاقل وجاه، اصبر وصابر ترى الله عون الصابرين، وازعل بعزمك حاجة طويق وجباله. الله. السراه والثقة بوابة العز، والحصن الحصين والسماء مشواح، والبحر من يلحق مداه، والمعرفة وهبة الله خير الواهبين، تعطي الرجال دفعه وترفع مستواه. الله الله. السكوت أحيانا لا وافق العقل الرزين، خير من حكي اللجأ ما يشد الانتباه. يا سلام. والذي ما عنده الا الحكي في الغافلين، الله لا يسعد صباحه ولا يسعد اللهم آمين. مساه. قد يكون مجاملك للبشر في الحالتين دبلوماسية تخلصك من هذا وذاه، وقد تكون أحيان محتاج للجنب المتين لجل بعض الناس يدريبك ويزحف وراه، تمضي الدنيا وذكر الرجال الطيبين يبهج صدور التواريخ وصدور الرواه. الكرم والطيب ما يعرف الا الطيبين، والردي محدني بلا غداه لا عشاء. لا عشاء. الكفو مفتوح بابه على طول السنين، والردي ما ينفتح بابه الا في عزاء. الله الله. صح الله لسانك. صح الله بدنك يا والله جميل يا ابو نايف، قصيده عظيمه تستاهل انها يعني تكون يمثل لك شيء بوجدانك. ابو نايف، شو يعني لك الصديق؟ يعني صديق الشعر، هل ممكن يكون صديقك الخاص من فئة الشعراء، ولا لا أصدقائي من خارج مجتمع الشعر؟ والله فيه أصدقاء من الشعراء وفي أصدقاء من خارج مجال الشعر، لكن نعم. الصديق سند سواء في مجال الشعر ولا في مجالات الحياة الأخرى. متى يخذلك الصديق أو الرفيق؟ والله يا أخي الحياة قابلة، الخذلان مثل الحادث المروري. عرفت كيف؟ ما يكون له يعني مثلا توقيت معين، لكن إن شاء الله أن الطيبين اللي وفوا معنا ووفينا معهم أنهم كثير. يا سلام. موقف واحد يكفي أنك تخسر صديق؟ والله حسب الموقف. أحيانا في مواقف زي ما علمتك، بعض الحوادث المرورية أحيانا ما تقدر تصلح السيارات. وأحيانا يصير فيه جوانب، ولازم الإنسان أنه يحتوي كثير من الأمور، كثير من الأشياء. طبعا الكلام هذا حنا نقوله وحنا بشر. نعم. يجي منا إيجابيات ويجي منا أمور عكسية ويجي منا كذا، فعلشان الناس عامل الناس مثل ما تحبني عاملك. لازم انك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا جابرا للخواطر. هذه سنة. يا سلام. يوم عن الخذلان كتبت شيء عن الخذلان، حنتكلم عن الصديق ومتى يخذلك متى. هل في شيء كتبت عن الخذلان أو يعني خيبة الظن في حد في موقف؟ اللي عرفنا طيبا ما خسرناه. الله. وهذه مبادئنا وشيمة عربنا. يا سلام. نقدر الكفو السنافي وندراه، وغير الرجال أهل الوفاء وش كسبنا. الله. طيبين اللي لهم حشمة وجاه، ما هو غريب إن كان طابوا وطبنا. الطيب ما نقدر نعامل بلياه، لو كان في تال الليالي نكبنا. الله الله الله. واللي نسى قدر الصداقة نسيناه، والله يسامحنا ويخلف تعبنا. يا سلام. ومر له طاري وسيره مدحناه، ما هم من طيبه لكن من آدابنا. نعم. عز الله لنا في الشدايد عرفناه، وصداقته ذنب ومن الذنب تبنا. يوم انها طيب ومواقف غلبناه، ويوم انها كذب وضعافه غلبنا. الله 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 الله. يا سلام يا سلام. صح الله لسانك. والله جميل يا ابو نايف. الله يطول جميل يا حبيبي. بعضهم ما لديك يا ابو صيد. الله يحفظك. الفعاليات والأنشطة في يعني نشاط الأمسيات في المنطقة الجنوبية. أنا أتذكر أن أمسيات نجران كانت واحدة من أجمل الأمسيات اللي في المنطقة بشكل عام. صحيح. وش تمثل الأمسيات بالنسبة لعلي بن نايف، أو وش الأمسية اللي باقية في ذاكرتك، اللي تحس أن هذه الأمسيات اللي أنا باقية في ذاكرتي من ناحية جماهيرية ومن ناحية شعر ومن ناحية أمسية قصر المفتاحة في أبها.
في صيف أبها. السلام. كانت من أجمل الأماسي. الله. في مسرح المفتاحة، مسرح معروف في حضور جماهيري. كانت من حضرنا أمسيات كثير، لكن الأمسية هذه كان لها طابع، يمكن عشان يحببها وهلها ممكن هذا الجانب يلعب دور. السلام. لكن كانت من أمتع الأمسيات. يعني ميزها الجمهور، ميزها جمهور متذوق. نعم. ومستمع. يا سلام. كذلك أمسيات نجران حضرت فيها في عام ممكن 2013 و 2014، وكانت من أفضل الأمسيات. كان الطموح لأي شاعر والله أمسيات نجران. نجران. صحيح. أمسيات نجران كذلك. هل شعر، وعندهم هوية وأصالة للشعر واستماع للشعر وتقدير للشعر. يا سلام. كذلك الأمسيات سواء كان في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الوسطى. أنا حيث أماسي في الرياض، كذلك في القصيم، كذلك في هلا فبراير، في كثير من الملتقيات. يا سلام. لا أنا ملاحظ أبو نايف أنت دائما حريص على الحضور حتى في المناسبات. لك كثير من المنابر اللي عديت في المناسبات، حتى المناسبات اللي عند الأصدقاء ولا في، تحرص على انك تجامل بشعرك مثلا صديق في عرس ولا حد في مناسبة معينة. لا والله أنا موقف قصايد المناسبات. قصايد المناسبات الخاصة أنا موقفها من فترة، لكن أحيانا في واجبات ما منها عذر. نعم. أما موقف للقبيلة ولا صديق مثلك وشرواك لحق يا حبيبي. لكن أما مسألة إني أنا مثلا محترف في قصايد المناسبات وأتقاضى عليها مبالغ وحريص عليها، أنا أعتبر ماني بحريص عليها، لكن من باب الغاليين اللي قدرهم عندنا أكبر من الشعر نشارك معهم. أنا أعتبرها أن بالعكس هذه من الوفاء، لأن هذه مادتي وهذا اللي أقدر أجامل بها صديقي ولا رفيقي. صحيح. فلا جيت في مناسبته عزيز علي ما أذخر عليه، يعني بالعكس شيء أنا أشوف أنها من باب المجاملة والكرم للصديق ولا للرفيق. والله حق واجب. هو الشعر مثل الورد، حدك نعم. حي توزع ورد والتوالي لها والي. بس زين يكون الإنسان سلعة فن وإبداع، يعني ترى يعني في النهاية ما يبيع شيء، سلعة فنية حلوة الشعر. متى آخر قصيدة بعتها يا أبو؟ أنا جاي على أني طول العمر أبيع قصيد طوال. هذا التسلل الشاعر على الإعلام الخطير اللي كنت أنوه عنه. مع قضية بيع، في شعراء كثير يبيعون قصيدهم مع السالفة هذه أبو. هذا موضوع شائك عشان يصنعون منه إثارة. نعم. ولا هو أصلا على أرض الواقع ترى ما هم موجود. لا موجود. أنا موجود بنسبة ضئيلة. عرفت كيف؟ فما ودي أدخل أنا في الكواليس هذه وأقول رأي معروف، سواء أنا أقول أنا ضد بيع المشاعر ولا أقول من حق الشاعر إنه هذه حرية شخصية. الشاعر اللي يبغى يبيع قصيد بيبيع، وأنا بقول لك اللي باع قصيد ما راح يصرح. ما يصرح إلا الصديق ولا الرفيق تصير يعني. لا أقولك في الإعلام. اي نعم. ما راح واحد مثلا هو باع قصيدة ما راح يصرح يقول تراني أنا بعت قصيدة وكذا. عرفت كيف؟ لأن بعد الجهات اللي اشترت بعد تحب دايم طبعا تكتب، وبعدين أنت عشان السوق يستمر، عشان تحافظ على زبونك. يا حبيبي يا أبو نايف، الحديث معك يا أبو نايف جميل وعذب، وما ودي أبدا أن الحديث هذا يخلص، لكن نبي نترك مجال لأن نكسبك في الجزء الثاني بعدين ونمتع الجمهور في جزء ثاني من هذه الحلقة. لكن أنا أبيك تختم، ما أدري إذا كان جاء تحفظ ولا شيء، لكن أنا أعرف في قصيدة أنت كتبتها رثاء في باكستاني أو شيء زي كذا، أتمنى إذا تحافظها أن نختم فيها أو سالفتها إذا كان لها قصة. يعني هذا يا أبو أصيل عبد الرحمن أبو أمان رجل شايب من باكستان. يا سلام. صار بيننا وبينه عشرة، الله، صداقة، وكنا نجتمع احنا وياه. والرجل هذا فيه صفات أحبها ويحبونها الطيبين، تستاهل خير. رجل فيه دين، رجل فيه عزة نفس، وكان مؤذن المسجد، وتوفى الله يسكنه الجنة، اندعس في الطريق الله يرحمه اللي قريب منا قبل يسافر لهله بيومين. الله. أي والله. كان إذا سمر معنا قبل ذيك الأيام قبل حادثة كان مجهز شنطته وأغراضه ويبي يسافر الهله، وشاري هدايا لأحفاده سعاد ونجيب، اللي شاري مصحف واللي شاري له ساعة، وكان مجهز ويتأهب لأنه يسافر، ودائما يحدثنا بشوق عن ديرته وعن وله في الغربة أكثر من 9 سنوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين. توفى وصايم الله يغفر له. اللهم آمين. أي والله. في يوم 8 شهر ذي الحجة السنة اللي راحت. فالصديق الغالي اللي بينك وبينه عشرة، أكيد انك تفقده. عشرة طبعا أكيد. كل ما جيت الموقع أتذكر أبو أمان وأتذكر صلاته وأذانه واجتماعنا معه. طبعا. طاح دمع العيون
وضاق صدر المكان. الله. والبكاء عند فقد الكفو ما هو بعيب. لا ما هو بعيب. فاقد اللي خوي له معزه وشام، فيه دين وصلاح وفيه فزعه وطيب. السلام. حتى لو كان جدانه من بلاد خان، عشرة العمر خلتها الرفيق القريب. طبعا. جمعتنا معه الأيام مثل الإخوان، بين قلب النظيف وبين صدر الرحيب. الله. شفت فيه الجناب السمح والاتزان، حافظا عزة النفس ووقار المشيب. يا سلام. ما رفع صوته إلا عند وقت الأذان، الله. ولا خفض صوته إلا بالدعاء والنحيب. الله. وآخر أيامه يحسب ليال الزمان، وده بديرته من بعد طول المغيب. كان متحمس ويجمع زهابه، وكان كل ليلة يحط وكل ليلة يجيب ذي هدية فلان وذي هدية فلان، وذاك مصحف سعاد وذيك ساعة نجيب. الله. بس في 10 ذي الحجة بليلة 8، لا اعتراضا على حكم السميع المجيب، يوم جيته وشاهدته بذاك المكان ودي أسعفه، بس الموت ما له طبيب بالعوض، جنة الفردوس يا أبو أمان. وقف العمر والأيام حظه ونصيبه من قسوة الغربة وجور الزمان، عشت عيشة فقير ومت موتة غريب. الله الله الله، صح الله لسانك. طال الله بدنك. جميل والله يا ابو، هاي التقاطه جميله، وهي موقف مؤثر. يعني انسان كان رايح لعياله يخطط يروح برجليه، راح لهم جثه. غفر الله له. اللهم امين يا حبيبي. على طاري القصيده هذه، رغم اني كنت قلت لها الختاميه، لكن اتذكر حوار كان بيني وبينك امس، ان المرحله العمريه ان الانسان لا وصل 40 يغير نهج قصيده، يبدا يتخذ اتجاه الزهد والحكمه والرثاء، ويبعد عن الغزل والامور هذه. كانت مزحه ولا مقتنع بالفكره؟ لا والله مقتنع. أول شيء الله يجعلنا نقول الشيء اللي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى في المقابل الأول. اللهم آمين. ثم الطيبين. اللهم آمين. مراحل العمر فيها جوانب. أنا عمي دوخي الله يطول عمره عنده شطر، يقول يرسل له واحد من الشعراء يقول له ودنا نتخاوى ودنا نروح، قال وش تبي في شاي بنزل غيه وجهله. الله. فمراحل الغي والجهل لها عمر معين، لكن الإنسان لما يوصل عمر معين لازم أنه يقدم نفسه بالطريقة اللي تليق فيه، ما فيها لا تصنع ولا شيء. في فترة 20 فترة 30 يصير عند الإنسان نوعا من والله يستر من الانتكاسة. الله 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 يستر الانتكاسة. اللهم آمين. كان حوار جميل حقيقي، شرفت فيك وزدتنا، وجمهورنا الكريم علي بن نايف الغامدي، نشوفكم على خير. الله يحفظك يا بسيط. سلام.